السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كشري مصري بتاعنا زي ما عودتكم. الطريقة سهلة وبسيطة. انا حطيت شوية زيت حلوين كده، حبة كتير محترمين، وقطعت البصل جوانح وهبتدي بقى احمره فيه، وهسوي العدس في نفس الحلة. هاخد نص البصل اسوي فيه العدس نص سوا كده، وبعدين انزل عليه الرز. انا هعمل رز والعدس في حله واحده مع بعض، ولا مش هسلق كل حاجه لوحدها. المره دي هعمل كله في حله واحده، العدس والرز. هنبتدي بقى ننزل عليه ميه كده اللي هيستوي فيها العدس، وخليت حبه بصل. البصل ده بيدي طعم حلو قوي مع الرز والعدس. هيبتدي بقى العدس ياخد نص سوا كده، واحط عليه الرز، لان العدس بياخد سوا اكتر من الرز. كده العدس دخل في النص سوا، ابتدي بقى انزل عليه الرز. بسم الله ما شاء الله. يا رب الطريقه تعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. هنبتدي بقى نجهز. انا مش هحط عليه غير ملح، هو ملح بس، لان الدقه انا هظبطها هقول لكم نحط عليها ايه. هنبتدي بقى نعمل الصلصه. هنجهز معلقه توم حلوه كبيره كده، معاه شويه زيت صغيرين مش كتير. هنبتدي نشوح التوم يتحمر، وهنحط عليه الصلصه. وانا ضاربه مع الصلصه فلفل اخضر، فلفل احمر، اي فلفل بيديها طعم. اول ما احط بقى القوطه اروح مغطيه بسرعه، عشان يفضل ريحه التوم في القوطه، بتبقى الصلصه طعمها حلو قوي. انا كده ابتدي اجهز الدقه. حطيت معلقه ملح، انا دقه توم وفلفل ومعلقه كزبره، ومعلقه بهارات ومعلقه كمون. كل ده هنقلبه كويس مع بعض. هنحط عليه شويه خل وليمون. هنعصر ليمونه او نص ليمونه، وبعدين هنزودها ميه. كله على البارد. انا الدقه عاملاها على البارد، ما فيش سخونيه. بحطها في التلاجة وبنستعمل منها كده، كلها على البارد. هنبتدي بقى نقلبها، ولو عندك شويه شطه حطي. المكرونه عادي هنسلقها بطريقه عادي زي ما بتسلقيها. بنغلي ميه وفيها شويه ملح شويه زيت. مكرونه بقى مشكله، اقلام، مقصوصه، كل انواع المكرونه اللي عندك خدي من كل حاجه شويه. بسم الله ما شاء الله. بصوا، والله يا جماعه الطعم حكايه، يا ريت تجربوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.